لو حد ليه عندي فلوس وطلعت عمرة، هل ده حرام؟ لازم تستأذنه، لأن شيء مستفز جدا له، ولا يجوز إن أنا يبقى عليا ديون واطلع أعمل حاجة مش فرض عليا، لأن أنا أصلا العمرة مش فرض، العمرة دي سنة، فإزاي أعمل سنة وأنا عندي فرض ضخم اسمه رد الديون؟ فلو استأذنته وقلت له بعد إذن حضرتك أنا أنا ماشي معاك في السداد، وجالي كده مبلغ تسمح لي انا مكمل معاك في اقساط السداد زي ما احنا، بس انا هطلع عمره. لكن تطلع عمره بفلوسه؟ لا طبعا، لا طبعا، ما تطلعش عمره بفلوس حد. اقصد يعني انك انت تبقى مديون في دين في حاجه تانية، انت ممكن حد يعزمك على عمره، حد يسلفك وتطلع عمره ايا كان، لكن تبقى عليك فلوس لحد وبدل ما تسد اللي عليك تطلع بيها عمره، حرام بلا شك. فزي ما قلت لك كده، استأذن، والأولى انك ترد الفلوس.